انت مش بترد علينا ليه؟ في ناس كتير بتقول انت احنا بنكلمك ما بتردش علينا، بنبعت لك على الخاص. انا قلت اولا ما حدش يبعت لي على الخاص، لان الرسائل عندي اكتر من 5000 رساله على الخاص، فانا اكيد مش هرد يعني على كل ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الناس اللي بتقول لك انت بتعمل لايك على الكومنتات وما بتردش، لا والله انا بعمل يعني تقريبا انا ردد على كل الكومنتات، بس في اسئله بتتكرر، فيعني خلاص انا شفت سؤالك والسؤال اللي انا رد عليه عامه. والناس اللي بتقول لي كلمه تفاصيل، يعني انت مثلا مستنيني ان انا اخش ال 5000 واحد دول اقعد اكتب لهم تفاصيل على التيك توك؟ انت اقامتك ايه، انت معاك رخصه ولا لا، طب انت ساكن فين في دبي، طب انت محتاج رخصه سياره، رخصه موتوسيكل، طب انا اقول لك مثلا الباكج تبقى شامله مثلا التدريبات، شامله بتخش 5 امتحانات، 1 اشارات و2 باركن و2 طريق، وشامله طباعه الرخصه، والتدريبات هتمشي ازاي. هل انت يعني محتاجني اللي انا اقول لك كل التفاصيل دي كلها كتابه على التيك توك؟ يعني التيك توك حتى ما فيهوش فويس. عشان كده انا حاطط رقمي الواتساب، انت والله عايز تفاصيل ابعت لي رساله على الواتساب، قول لي انا اقامتي كذا، معايا رخصه كذا، محتاج اطلع رخصه كذا، بس لما ما ردش بقى ساعتها تبقى اتكلم. انما مثلا تقول لك تعمل لايكات وتكتب لك تفاصيل، عارف انت اللي هو واحد دخل لقى حد بيتكلم عن رخصه، تفاصيل اللي هو سعر، يعني سابهم زي الفل.